ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده باذن الله تعالى هنتكلم عن انواع الشروخ في الحوائط على الرسمه البسيطه دي، وهنقول السبب في كل نوع. بس يا ريت في بدايه الفيديو تدعمنا بشير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد واللي المعلومه مش واصله توصله. اول حاجه يا باشمهندسين، لو بصيت لقيت لي انت في الدور الارضي او في حائط ما في الدور الارضي، ولقيت الشرخ في نص الحائط كده او في منتصف الحائط من اسفل لاعلى. طبعا الشرخ ده بيكون بسبب الهبوط في السمل او هبوط في الكاميرا لو الكلام ده في الدور المتكرر. يعني انت لو كان الشرخ ده في الدور الارضي في نص الحائط بالشكل ده كده من اسفل لاعلى، هيبقى ده سببه هبوط السمل اللي تحت منه. طب لو كان الشرخ في الدور المتكرر بنفس الطريقه برضه في منتصف الحائط من اسفل لاعلى، طبعا ده هيكون هبوط البلاطه او هبوط ترخيم في البلاطه بتاعتي. تاني نوع من انواع الشروخ وهو شروخ التمدد والانكماش. لو جيت على اجناب الحائط ولقيت شروخ عندي بالمنظر ده كده في اجناب الحائط او على طول قطاع الحائط واسفل الكاميرات من تحت، يبقى دي شروخ تمدد وانكماش. تالت نوع معايا، لو لقيت في الدور الارضي شرخ جاي لك كده على زاويه 45 يكون في الدور الارضي، تعرف على طول ان السبب في الشرخ ده هو هبوط القاعده اللي جاره او القاعده اللي تحت منه. رابع نوع معايا من الشروخ وهو شروخ زياده التحميل، بتظهر لي في اعلى الحائط على زاويه 45 بالشكل ده كده. ده بيكون سببها الرئيسي ان زياده التحميل او زياده اللود على الكاميرا او البلاطه، بينتج عنه شروخ بالشكل ده كده على 45 من الجنبين، بس بتكون في اعلى الحائط او اعلى الجنب الاولاني من الحائط. دي كانت معلومه النهارده او فيديو اليوم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.